مشكله مصر كلها بتتلخص في الكرات العرضيه والكرات الثابته. اي كره عرضيه او كره ثابته علينا او حتى كورنر بالنسبه لنا بنحس ان هي جون. لو حسام حسن حضر للماتش قدام السنغال كويس في النقطه ديت وقدرنا نتلاشى الثغره بتاعه المدافعين في الكرات العرضيه وقدرنا بجد نقف صح كمدافعين وربطنا صح جوه ال 18، بجد ان شاء الله ان شاء الله مصر في النهائي. ما عندناش ادنى مشكله في اي خط من اللي قدام، خط النص او خط المهاجمين، مفيش ادنى مشكله في اي لعيب فيهم، واعلى اداء واعلى مستويات وبنسجل وبنوصل للمرمى، وكل الناس شايفه المنتخب كل ماتش عن التاني وكيرفو بيعلى. المشكله الاساسيه اللي عندنا في خط الدفاع بالنسبه للكرات الثابته. اكتر من كده منتخبنا منتخب قوي جدا، وحسام حسن لو حضر للماتش بتاع السنغال تحضير صح وقدرنا نتلاشى الاخطاء اللي وقعنا فيها في الماتشات اللي فاتت، باذن الله ربنا هيكرمنا والبطوله مصريه. كان معاكم ميدو الصباغ، وكنت حابب انوه عن المعلومه ديت، واشوفكم تاني في فيديو تاني على خير بكره باذن الله بعد الماتش. السلام عليكم.